اللبس من أهم الحاجات الأساسية اللي مسؤولية كاملة عن سلامك النفسي. وانت نازل من بيتك بتبص آخر بصة في مرايتك، جسمك فريش راضي عن شكلك. في اللحظة دي عقلك بشكل لا إرادي بيديك أفضل نسخة من شخصيتك. ضحكتك طبيعية، دمك أخف، أعصابك أهدى، حتى قلبك أطيب. طريقة لبسك هي أول حاجة بتعكس طريقة تفكيرك ونسبة جمالك الداخلي. عشان كده لازم تحجز مساحة ولو 10% من تفكيرك في اهتمامك بمظهرك. في الدولاب جاي عشان يخرج الطفل اللي جوانا، اللي الزمن غفله وسرق عشريناته وحوله من كابتن لعمه وسحله في العفش والذهب مرورا بالبامبرز ومصاريف المدرسة. انت فين يا صديقي؟ انت تستحق افضل من كده. في الدولاب جاي نتكلم في اللبس كفلسفة، ولأن اللبس يعتبر شكل من أشكال الفنون حايزين نعرف ايه علاقة اللبس بالفن والأدب والتاريخ والتطور الحضاري. ليه الغزو الثقافي للموضة اجتاح عقولنا ودمر كل معايير الجمال؟ ليه معظم المصانع المصرية مش قادرة تنافس البراندات العالمية؟ ليه الإخراج النهائي للمنتج الأوروبي دايما بيكون مختلف؟ ايه سر حبك لبنطلون معين في دولابك دونا عن باقي بنطلونات؟ هنسافر مع بعض في رحلة مثيرة لعصور زمنية مختلفة. أوعدك هتخرج بنفسية غير اللي دخلت بيها، هتغير فيها كل فكرك عن مسلمات الموضة والفاشن. استنونا كل جمعة الساعة 8 مساء. معكم محمد حمد.